في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، بعض العائلات الجزائرية لا تزال تحتفظ بعادة قديمة تسمى بمهيبة العيد، عادة تخص عائلة العريس الذي يتقدم رفقة عائلته لأهل العروس قاصدا إياها لتقديم هدايا للعروس متماثلة في عطور، ملابس، مبلغ مالي أو حتى قطعة من الذهب حسب مقدور العريس. لكن يا ترى هل في سنة 2023 لا تزال الفتاة المخطوبة تحظى بهذه الخطوة؟ وكيف يرى المواطن الجزائري هذه العادة الجزائرية؟ المهيبة شغل عادة قديمة ويلزم نطبقوها، يلزم تطبق. اللي يكون خاطب شغل يلزم يروح عند المرأة تاعو ويدي لها المهيبة. هذه المهيبة معروفة كما نقولوا من زمان، التقاليد تاعنا تقول هكذايا. هذه العادة ما شاء الله مليحة الهيبة، المرأة ما تنحقرش، تدي لها حقها. هاك راهي تزور الخطيبة تاعك، راح تفرحها باش خضرها كي تجي ليك تجي تقول للناس هذو راهم قاموا بيا. هذه هي. نزلنا للشارع الجزائري ثاني أيام عيد الفطر للتساؤل عن مدى دلالة تقديم المهيبة للعروس المستقبلية، إلا أن الكثيرون أشادوا بأن هذه العادة موروث جزائري قديم وخطوة مهمة بين المخطوبين خاصة في فترة الخطوبة. حاجة عظيمة باسكو في الإسلام أصلا في الدين ربي مكرم المرأة. المرأة تاج فوق ريسان الرجال، ولكن على حساب المقدور تاع المجتمع الجزائري. كاين اللي يكون عنده باش يشري المهيبه ويدي لها هديه، كاين اللي ما عندوش، ما يقدرش، ماهوش مقدر ماديا. صافي نورمالمون المراه هي اللي تقدر، تقول له لا تكلف نفسك، لا يكلف نفسا الا وسعها. والله العاده احنا مازالت عندنا في ستيم، مازالت تمشي عادي. عادي الصيف نقولوا يديو نقولوا احنا كل واحد يدي الخطيبه تاعو، يدي نورمال، يديوها نديوها حنا عباد كبار نديوها نورمال. بالك دجاجه، بالك دندو، بالك اوروبا، عفسه هكذا، شويه حوايج لي زاكسيسوار هذوك زياده كما يقولوا. هذيك مهيبه شغل يلزم تكون كما نقولوا احنا كما الصداق باش تقيم المراه، تقي عطي لها صداق مع حقها. والمهيبه شغل كما نقولوا سي ان جيست باش تبين باللي المراه راهي عزيزه بزاف عليك. سما المهيبه شغل سي جوست هذاك لو جيست هذاك. مهيبة العروسة بين الأمس واليوم رغم تعدد واختلاف طريقة تقديمها تبقى من أقدم وأشهر العادات المرتبطة بالمناسبات الدينية التي لا تزال تتوارثها العائلات الجزائرية منذ عصور خلت، قصد تكريم وتقدير المرأة الجزائرية قبل دخولها البيت الزوجي.